صباح الخير. لسه جاي لي تليفون حالا. الحاج بيقول لي ان هو طالع ومعاه اخوه وعايزين غدا. طب بالله عليكم اعمل ايه دلوقتي انا في الوقت القياسي ده؟ يعني هم ربع ساعة وطالعين، قولوا لي اعمل ايه. مفيش بقى غير اني بقى ايه ابدا اتحرك دلوقتي. اطلع كيس لحمة كده حلو كبير، واعمل لهم بقى لحمه، واعمل لهم طبقين ملوخيه كده وطبقين رز وخلاص. وعايزين نجرب بقى الطاجن الجديد ده، ممكن نعمل فيه طاجن لحمه في الفرن. الطاجن ده انا شارياه لسه جديد، هو والحله دي. بس لسه لغايه دلوقتي ما استعملتهمش، انا خايفه بصراحه احط الحله دي على النار. نبدا نتحرك بقى، هبدا اطلع كيس لحمه كده حلو كبير وابدا اتحرك. وهطلع بره على باب الشقه، اعطل الاسانسير، افتح الباب علشان ما يطلعوش بسرعه. ويلا بينا نبدا بقى نتحرك. ادي اللحمه اهي طلعتها. دي لحمه ضاني يا جماعه. طلعت كيس حلو كده حوالي 2 كيلو ونص، بس من الواضح كده ان الحله صغيره عليه. هحاول بقى اغير كده وانقله في حله تانية، لان لما هتغلي هلاقي الشوربه بتدلدق على البوتاجاز. بصوا لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان اللحمه لسه ما فكتش من بعضها. بصوا لسه اللحمه بحاول حتى افكها بالشوكه اهو، مش عايزه تتفك. فهغير بقى الحله بس، وهغلي ميه في الكتل، وهزود الحله، لان الحله هتبقى اكبر من دي شويه. ال2 كيلو ونص كتير على حله زي دي. واحده واحده كده لما تيجي تتعاملي مع حاجه سخنه زي كده، ولما تقفي قدام النار، ولما تقفي قدام الشوربه، لازم تبقي حريصه جدا. لان طبعا دي حاجات خطر برضو. لو حلة زي دي اتدلق منها شوية يعني بتبقى صعبة قوي. ربنا يسترها علينا وعليكم وعلى جميع البشر. اهي الحلة اهي بعد ما نقلت بقى، دي الحلة الكبيرة اهي. بصوا بعد ما نقلتها بقى فيها الحلة التانية. محتاجة انا كده اني اغلي مية زي ما انا قلت في الكتل، وهزود. بصوا لو خدتوا بالكم هتلاقي ان انا بفك برضو بالمقصوصة. مش عايزة تتفك، في لسه قطع ماسكة في بعضها. هي دي اصلها كانت فخدة، كنت مخليها الجزار مقطعها لي كده، وكنت واخدة منها جزء، وكان ده بقيتها بقى، كانت فخدة كبيرة، فخدة خروف يعني. اهيت بدأت اهيت الشوربة تغلي، ازودها كده على طول ونبدأ بقى نشتغل. انا عندي هنا ملوخية هخرطها بسرعة، والمطلوب مني اعمل اكل في وقت قياسي جدا. طبعا ما تنسيش بقى تحطي فصين الحبهان وورقتين لورا مع الشوربة، وبصلتين حلوين كده عشان يدوا طعم وريحة للشوربة الجميلة دي. شوربة اللحمة الضاني بتبقى جميلة جدا يا جماعة. وهي عادة اللحمة الضاني في ناس كتير ما بتحبهاش، بس هي من أحلى ومن أخف أنواع اللحم اللي الواحد ممكن بياكله. جميلة جدا، أنا بحبها عن نفسي. بتبقى حلوة كمان لما بتعملي عليها بامية، بتبقى رائعة. دلوقتي بس انا عايزه اخلص بس على طول، هبدأ بقى اخرط الملوخية على طول على السريع، وهعمل بس رز بالشعرية كده، واحضر لهم الاكل. طبعا احنا بيت كرم ولازم نكرم الضيف. اللحمة اهي بعد ما اتسلقت وحمرتها، حمرت طبقين كده حلوين زي ما حضراتكم شايفين كده. ده طبق من الاتنين قلت اصوره لكم واوري لكم بقى اللحمة وهي محمرة الضاني بتبقى شكلها جميل ازاي. ده كده طبق اهوت. وطبق طلعته على السفرة، وعملت بقى الملوخية جهزتها اهيت، ولسه بقى هعمل لها التومة. بحمر التومة اهو برضو، والاكل اتعمل في ثواني اهو ما غبناش. دي الملوخية الخضراء الجميلة اهي، وعملت شوربة لسان عصفور على السريع برضو كده وهي اللحمة بتتسلق. شوربة اللسان العصفور عشان تطلع معاكي باللون الجميل دوت، معلقة صلصة وتحطيه على لسان العصفور اول ما يبدأ يحمر. وادي الرز اهوت دخل في السوا كمان. الرز دخل في السوا وخلاص كده هيبقى خلصنا بإذن الله، ونقدم أحلى سفرة ونقدم أحلى أكل للضيوف. وربنا يجعل بيوتنا يا رب عمرانة كده بالخير دايما. دوت كده التومة هوت بتاعت الملوخية. ودي الشوربة باللحمة اللي فاضت.
بعد ما حمرت منها، حمرت التومة وحمرت الملوخية. ما تنسيش بقى اللايك واللي